حنظبط وخاوة. بده يزبط. جبنا لك اليوم كمان طالب فلسطيني من الخليل، يعني صدقا هاي حتكون حالة خاصة. بداية عرفنا عن نفسك. حسين حميدات من مدينة الخليل فلسطين، بدرس هون في جامعة لايبنز يونيفرسيتيت، بدرس غاية ماتيماتيك رياضيات بحتة ماجستير. الحين السؤال اللي هيجي رياضيات، يعني بعرف انا صدقا اللي بيجوا هين بكونوا مثلا هندسة، بكونوا تخصصات طبية، بس رياضيات اول واحد اشوفه. نعم صحيح، وانا اللي لاحظته هنا انه اغلب الشباب بدرسوا ميكاترونكس، بدرسوا هندسة كهرباء، بدرسوا هندسة معمار. بس انا خطتي انه كنت حاطها وانا في فلسطين قبل ما اجي على المانيا بعد ما خلصت البكالوريوس في جامعة الخليل. قلت أنا بدي أطلع أكمل ماجستير ودكتوراه. فبعد ما طلعت وبلشت فعليا بالجامعة وبلشت أتعرف على الشباب، كنت أنا قاطع مشوار، وكانت صراحة الأمور ماشية معي بشكل ممتاز، يعني من ناحية التخصص والدراسي والباقي التفاصيل يعني. فصراحة حبيت إني أكمل في نفس المشوار وأكمل زي ما كنت مخطط من قبل، أكمل الماجستير وبعديه الدكتوراه إن شاء الله. ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربنا يعني شبابنا ملاح زي ما بيقولوا، وربنا يوفقك ان شاء الله. جامعة هانوفر جامعة عريقة خصوصا في الرياضيات، واللي نعم بسمع صحيح. أنا من كثير ناس إنه الماجستير في الرياضيات بجامعة هانوفر يعادل الدكتوراه، فهل هذا الكلام صحيح؟ والله حسب ما أنا شايف نعم صحيح، كون أنه أنا درست في جامعة الخليل ومقارنة البكالوريوس في جامعة الخليل وإني أبلش في مرحلة الماجستير في جامعة اللايبنتس، كان في فرق صراحة شاسع جدا بين المستويات. يعني الطلاب اللي بيخلصوا هون بكالوريوس وببلشوا ماجستير بيكون مستواهم سابقني بمراحل كبيرة. فهذا الإشي سوالي تحدي كبير إني أقعد أدرس في المواد اللي رايحات علي والمواضيع اللي أنا ما درستهم في الجامعة في جامعة الخليل، بحيث اني الحق حالي في معاهم في الماجستير بس. ولكن يستحق صراحة يستحق. يعني وصدقا شبابنا بنخافش عليهم. الحمد لله. الله يسعدك. طيب، شو رسالتك أو نصيحتك لأي حد حاب يجي على المانيا؟